برضو كله اهو اتجاهه كده. تمام. طب صف العمدان اللي بعد منه اتجاهه كده. كود الزلازل بيقول ان لازم اخلف اتجاهات العمدان. شوف كم اكس انا مشيته. هو انت اللي بتخلف عريسه، مش المهندس اللي حاطط. انت مدخل نفسك ليه؟ هو انت لفيت العمدان دي؟ لا يا باشا. طيب ده المهندس عاملها، هو مش مدخل كود الزلازل في المبنى. كود الزلازل، وانا لو راجل بصمم من غير ما ادخل الاكواد اخلف العمدان، عامل العمود ده مثلا اتجاه هناك كده، اخد ده العكس كده، اعكس ده، اخلي اتنين مثلا عشان المعماري ما يبص، ويبقى اللي بعد منهم مثلا اتجاهه عمودي عليه. قصدي حضرتك الصف الواحد يبقى خالي، الصف الواحد. ليه بقى؟ ليه؟ انا لما اجي اقلب دي هيتقلب كده، لكن لما اجي ادوس عليها كده صعب. الزلزال بيجي افقي، حمل الزلزال مش راسي ولا ابليفت من تحت، لا بيجي افقي كده. فانا بعمل له ايه؟ انا بروشه بقى، اعمل له عمود كده واعمل له عمود كده، اعمل له عمود كده واعمل له عمود كده، جه من هنا يلاقي ده في وشه.